وانت تفتكروا يا جماعه احنا اول مره كان المغرب بس لوحدها في 74 اعتقد، كانت المغرب لوحدها. احنا وصلنا 5 مقاعد. ان شاء الله ان شاء الله بعد اللي جايه دي هيبقى 26. مصر لها 26 في اتجاه داخل الاتحاد الدولي، وفي توصيه طلعت من لجنه الاصلاح ان يبقى 40 منتخب، وبالتالي هيبقى افريقيا 7 منتخبات. ايوه، بس هي الفكره الظلم مش في عدد المقاعد قد ما الظلم في النسبه. يعني لما حضرتك تيجي تبص لاوروبا بيتاخد منها كام منتخب بالنسبه لقاره زي قاره امريكا الجنوبيه او قاره زي قاره افريقيا. هي لا، هو كان في اتجاه من زمان بقى له يمكن 10 سنين تبصوا على النتائج. عشان كده لما احنا افريقيا بتطلع من دور ال 16 او دور 8 بقى احنا زعلانين، لان كل ما انت وصلت قدام بيبقى تقدر تقول والله ايه النسبه بقى. انما حاليا احنا كافريقيا يعني لسه حتى كان في نقاش بيني وبين بلاتيني، قلت له تعالى احنا مين عدى، احنا عدينا المرحله 3 اعتقد من دور 8 رحنا دور 16 الاول. هم مجموعه كبيره بينهم طلعت، وبالتالي اوروبا هي اكتر دوله اخده كاس العالم، بالترتيب عندها نقط عاليه جدا جدا. احنا لسه في القاره الافريقيه ما وصلناش للترتيب ده. ايوه، بس هو حضرتك لما 18 منتخب يطلع، ما هو طبيعي جدا ان لما يوصل للاربعه يبقى على الاقل في 3 من اوروبا. لا انا بقولش فلو حسبناها كده. بالنسبه انا معاك، ده اللي انا بقوله، ده اللي بقوله على يعني اللي انت قلته، ده اللي انا قلته. انما النتائج النهائيه من يوم ما كاس العالم اتعمل هم سابقين بكتير جدا جدا. ما وصلناش. احنا يعني اقول لك احنا بناخد مرحله اولى ان احنا ناخد مكاسب من ال7. هو لو كنا نقدر ناخد مكاسب من ال32 من ال13 بتوعهم كان يبقى طبعا اوقع. انما قدام شويه ان شاء الله لما تبقى انت تثبت رجلك شويه والدنيا تتغير، هتاخد من 13 توصله هو 10 11، وتاخد انت كمان مقعد منه. هو ده اللي احنا شغالين عليه، مش ساكتين يعني.